في صباح يوم الجمعة 1 مارس سنة 1811 الموافق 5/1226 هجرياً، اهتزت قلعة صلاح الدين في القاهرة على وقع واحدة من أبشع وأشهر المذابح في تاريخ مصر. مذبحة القلعة. كانت الخطة من تدبير محمد علي باشا والي مصر العثماني، الذي صعد إلى الحكم بدهاء سياسي، لكنه وجد نفسه محاصرا بخطر داخلي لا يقل عن أي عدو خارجي. خطر المماليك. أقنعة الكوميديا والمأساة خلفية الأحداث. المماليك كانوا طبقة عسكرية قوية استمرت في حكم مصر لقرون، ورغم أن الحملة الفرنسية 17981801 أضعفتهم، إلا أنهم ظلوا قوة مرعبة. محمد علي كان يعلم أن بقاء المماليك يعني تهديد مباشر لسلطته، خاصة أن عددهم وقتها كان يقترب من 10,000 مقاتل بين القاهرة والصعيد. بعد سنوات من الصراع، قرر محمد علي أن يتخلص منهم إلى الأبد. وهنا ولدت فكرة المذبحة، قلعة أوروبية يوم المذبحة. أعلن محمد علي باشا أنه يجهز حملة ضخمة بقيادة ابنه توسون باشا لمحاربة الوهابيين في الجزيرة العربية. دعا كبار قادة المماليك لحضور الاحتفال الرسمي في القلعة قبل خروج الحملة، وأرسل إليهم دعوات بكل احترام. وفي صباح اليوم المشهود، اجتمع أكثر من 470 من أمراء المماليك في موكب مهيب، ممتطين خيولهم المزينة، يتقدمهم كبار القادة مثل إبراهيم بك الكبير من أبرز زعمائه، عثمان بك حسن، إسماعيل بك الجوهري. الأمير محمد بك الألفي كان قد توفي قبلها بسنوات، لكن تلامذته وأتباعه كانوا حاضرين. دخل المماليك إلى القلعة، وبدأ الحفل العسكري. وعندما جاء وقت نزولهم من الممر الضيق المؤدي إلى بوابة القلعة، وهو ممر مرتفع تحيط به الأسوار العالية من الجانبين، أعطى محمد علي الإشارة. له بن الكمين. أغلقت أبواب القلعة، واصطف الجنود الألبان والأتراك التابعون لمحمد علي على الأسطح، وصوبوا بنادقهم. فجأة، انطلقت وابل من الرصاص على المماليك المحاصرين داخل الممر. تحول المشهد إلى دحيم، خيول تتساقط، صرخات مدوية، وأمراء مماليك يتسابقون في محاولة يائسة للهرب، لكن الممر كان ضيقا والأسوار عالية. قتل المئات في لحظات، ومن نجا من الرصاص لحقته السيوف. الدماء غمرت أرض الممر حتى لقب بممر الموت. سيفان متقاطعان الندون. رغم بشاعة المذبحة، إلا أن روايات تحكي عن أمير واحد فقط استطاع النداء بطريقة أسطورية، وهو أمين بك. قفز بحصانه من فوق أسوار القلعة العالية إلى واد سحيق، ورغم سقوط الحصان وموته، خرج الأمير حياً، وتمكن من الهرب إلى الشام. أما باقي المماليك، فقد أبيدت صفوتهم في تلك اللحظة، وتفرق من تبقى في أنحاء الصعيد، لكن محمد علي لم يتركهم، وأرسل جنوده لمطاردتهم حتى قضى على معظمهم. النتائج. بمذبحة القلعة، انتهى نفوذ المماليك تماماً بعد أكثر من 600 سنة من الهيمنة على مصر. وبذلك ثبت محمد علي حكمه بلا منازع، ومهد الطريق لتأسيس الدولة الحديثة في مصر التي امتدت لنسله فيما بعد. ورغم دهاء محمد علي وعبقريته السياسية، تبقى المذبحة واحدة من أكثر الأحداث دموية في تاريخ مصر. مأساة لا تنس، شهدت سقوط مئات الرجال في لحظة غدر لن يمحوها التاريخ.